سبانخ بالكريمة من الوصفات اللذيذة وسهلة التحضير، غنية ومشبعة ومفيدة جدا. بالبداية أنا عندي هون كيلوغرام من السبانخ. أنا بغسل السبانخ، إذا كان عندي كمية كبيرة بحطه بكيس تفريز أو كيس للتلاجة إله سحاب، بحط تحته منديل ورقي، وطبعا لازم يكون كتير منشف مزبوط حتى ما يخرب الورق من جوا. بعد هيك بضغطه، بطلع منه الهواء وبخليه بالتلاجة، بضله صالح لمدة أسبوع للاستخدام مباشرة. فورا رح أخذ وراق السبانخ وأبدأ أفرمها. طبعا أنا شايلة منه العروق الكبيرة، لو كانت العروق صغيرة الطرية هاي ما بتأثر. فرمت السبانخ فرم متوسط، لا ناعم كتير ولا خشن. وفي طنجرة على النار رح أضيف معلقتين كبار زبدة. بساعد الزبدة بمعلقتين كبار من الزيت النباتي وببدأ أدوبها. وهون رح أنزل صدر دجاج واحد قطعته لشرائح رفيعة. طبعا بالعادة هي الوصفة الأصلية ما بستخدموا فيها دجاج أو لحمة، بس أنا اليوم حبيت أعمله كطبق رئيسي كتير لذيذ إضافة الدجاج مع السبانخ. ضليت أقلب صدر الدجاج مع الزبدة والزيت لحد ما تغير لونه تماما وأخذ وجه ذهبي خفيف زي ما شايفين. تقريبا هالعملية احتاجت ل5 دقايق. هون رح أضيف سنين توم مهروس. قلبت التوم لصار ذهبي لمدة دقيقة واحدة مع الدجاج بس. بعد هيك مباشرة رح أضيف نص معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وبرشة صغيرة من جوزة الطيب ما بتتعدى ربع معلقة صغيرة. طبعا جوزة الطيب اختيارية، ممكن نستغنى عنها. بقلب كمان مرة تقليبة سريعة. هلأ صار عندي الدجاج جاهز إني أضيف كمية السبانخ. أنا عندي زي ما حكيت لكم كيلوغرام واحد من السبانخ. رح تكون كمية السبانخ مبينة كبيرة، بس مجرد ما نبدأ بتقليبه رح ينزل معانا في الطنجرة. بستمر بالتقليب على نار عالية لحد ما تقل كمية السبانخ وينزل معي كامل زي ما شايفين. استمريت بتقليب السبانخ مع الدجاج مدة 3 ل4 دقايق لحد ما صار بالشكل اللي شايفينه أمامكم. هيك صار جاهز للمرحلة الأخيرة واللي هي الكريمة. رح أضيف كريمة الطبخ السائلة أو الكريمة الخاصة بالطبخ. هاي الفريش كريم موجودة بالأسواق دائما بكثرة. هلأ ضفت كوبين من الكريمة. ساعة الكوب اللي بستخدمه 250 ملي. رح أحرك بهذا الشكل لحد ما أتأكد إنه كل المكونات اتجانست مع الكريمة. بتركها تغلي غلوة واحدة زي ما شايفين، وهيك صار الطبق جاهز للخطوة الثانية. رح أرفع عن النار مباشرة، أصبه في بايركس أو صينية الفرن. هون على الوجه رشيت كمية وفيرة من الجبنة. استخدمت جبنة الموتزاريلا، ممكن نستخدم كمان شيدر. تقريبا احتاجت كوب واحد من الجبنة. وهون الجبنة طعمتها بتقوي نكهة السبانخ مع الكريمة، بتعطيني طعمة كتير طيبة، خاصة إذا بدي أقدمه كطبق رئيسي. هيك صارت صينيتي جاهزة لتفوت الفرن. رح أخذها على الفرن المحمى مسبقا بس لا أحمر وجهها شوي وأعطيها لون ذهبي. صارت عندي بهذا الشكل وصارت جاهزة للتقديم. النكهة ما بقدر أوصف لكم إياها قديه هي طيبة. قدمتها مع الرز الأبيض واعتمدتها كوصفة رئيسية كتير لذيذة. زينت شوية بالبقدونس الأخضر المفروم على الرز، وقدمت مباشرة السبانخ بالكريمة مع الرز. نكهته كتير طيبة، تغيير عن طريقة تحضير السبانخ بالشكل المعتاد، والنكهة رائعة رح تعجبكم على الأكيد. طبق غني ومشبع ولذيذ. شوفوا هالصوص الغنية الكثيفة الموجودة حوالين السبانخ مع الجبنة والدجاج، طعمته عن جد كتير طيبة. من الوصفات اللي عجبتني كتير وحبيت أشاركها معكم، وإن شاء الله تعجبكم، وألف صحة.